بيكم في وصفة جديدة، وجايبه لكم النهارده وصفة من سوريا. وصفة تجنن بجد وسهلة وحلوة قوي وهتعجبكم. عارفين هي ايه؟ مربى البدنجان. شايفين الجمال؟ وزي الزبدة حاجة كده ايه تاخد العقل، بجد حاجة تحفة. شايفين الجمال؟ مربى ملهاش حل، شغل فاخر من الاخر. وقبل ما نبتدي الوصفة بتاعتنا، اللي أول مرة بيشوفني أنا اسمي سامية، واشتركوا في القناة عشان يوصلكوا كل جديد. ولو عجبتكم المربى لايك وشير، ويلا بينا على الفيديو. وكيلو الا ربع بدنجان ونقمعه مش بالسكينة بإيدينا، ونكونوا محضرين مية وفيها معلقة ملح ليمون، وننزل فيها البدنجان بعد ما نقشره بالشكل ده. الشوام بيعملوا اللي هو اسمه الكلس، اللي هو الجير، بيحطوه بدل ملح الليمون. ليه بقى؟ علشان يبقى البدنجانة متماسكة وما تتهريش وانت بتعمليها مربى. وكده خلصنا البدنجانة. تعالوا نشوفوا بعد كده هنعمل فيها شق صغير كده، وننقعه في المية دي لمدة ساعة، بس لازم يكون المية مغطياه عشان ما يسودش. شايفين أبيض ازاي؟ والبدنجان تلاقيها جامدة. وبعد كده معانا 3 كوبايات سكر يا سكر، و3 كوبايات مية، وعلى النار يغلوا لحد ما يدوب السكر. نبتدي ننزل البدنجان ونبتدي نغطس بالمقصوصة، ننزله لتحت عشان ما يسودش. شايفة ناشفة ازاي؟ حطينا عليها غطا لحد ما تغلي. وبعد كده هنبتدي، بقت نص سوا اهو، هننزل عود قرفة، وهنحط نص معلقة ملح ليمون. ادي عود القرفة. ونبتدي نلم اي ريم يطلع تشيليه. شايفين منور، لونها منور وفتح ازاي؟ ده كده قربت تستوي، شكلها بجد يجنن. ونبتدي نعين نشيل عود القرفة لانها تقريبا كده استوت. شايفين لونها بقى لون الدهب. شايفين جميلة قد ايه؟ وتعالوا نجرب واحدة كده ونقسمها. شايفين طرية ازاي وجميلة؟ لو جربتي المربى دي بجد مش هتعملي غيرها، طعمها تحفة. ولو عايزاها محشية مكسرات، الفتحة اللي احنا عاملينها تحشيها بالشكل ده، او بتخليها سادة زي ما تحب. وكده خلصنا المربى بتاعتنا. شايفين الجمال؟ بجد لونها زي الدهب. شايفين اللون والجمال؟ حاجة حلوة قوي ولذيذة قوي وجديدة كمان. مربى بدنجان بجد حاجة تحفة. جربوها ومش هتندموا، وبجد بجد طعم وريح.